في بعض البروتينات الموجوده في القمح وبعض البروتينات الموجوده في اللبن، مش بس الكازين، دول كلهم ممكن يخلوا الطفل بيبقى عنده استعداد اكتر لزياده الحركه او مشاكل في التخاطب او مشاكل الاوتيزم وسمات توحد. حاجه تانية ان احنا وجدنا ان احنا اما بنوقف الحاجات دي خلال الحمل وبتمنع الحاجات دي احيانا بعد الولاده وفتره الرضاعه فتره الطفوله، بتفرق معانا كتير جدا. يقول لك ابتدى يتكلم، ابتدى يتفاعل، التفاعل الاجتماعي عنده، الله ده ما كانش بيتواصل اجتماعيا مع الناس، ده كان الناس تدخل عليهم يعني الواحد يدخل عليه ما كانش يبص له اصلا، لا ده بطل الحركات اللي كان بيعملها حركات دائريه وبقى يلف والحركات وهكذا. يبقى التفاعل مع الناس والتواصل والتخاطب والتعلم ده مهم قوي. في علاقه بين تعرض الاطفال خاصه في مرحله الاجنه للقمح ومنتجاته وبعض بروتينات اللبن فيه 25 بروتين والقمح 32. مش بس الجلوتين زي ما الناس فاكره، لا في بعض البروتينات الموجوده في القمح وبعض البروتينات الموجوده في اللبن، مش بس الكازين، دول كلهم ممكن يخلوا الطفل بيبقى عنده استعداد اكتر لزياده الحركه او مشاكل في التخاطب او مشاكل الاوتيزم وسمات توحد. حاجه تانية ان احنا وجدنا ان احنا اما بنوقف الحاجات دي خلال الحمل وبتمنع الحاجات دي احيانا بعد الولاده وفتره الرضاعه فتره الطفوله، بتفرق معانا كتير جدا. يقول لك ابتدى يتكلم، ابتدى يتفاعل، التفاعل الاجتماعي عنده، الله ده ما كانش بيتواصل اجتماعيا مع الناس، ده كان الناس تدخل عليهم يعني الواحد يدخل عليه ما كانش يبص له اصلا، لا ده بطل الحركات اللي كان بيعملها حركات دائريه وبقى يلف والحركات وهكذا. يبقى التفاعل مع الناس والتواصل والتخاطب